صباح الفل، صباح الهنا، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الطاقة الإيجابية أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة وراحة بال وطمأنينة، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يجعل في يومكم هذا القبول والراحة النفسية والطمأنينة والرزق الواسع الأخير، وربنا يسهل لكم أموركم وأمورنا إن شاء الله، اللهم أمين 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 يا رب العالمين. وأهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الروتينات اللي أنا بقدمها على القناة. بجد وجودكم شرف ليا ومنوريني بجد، لكل حد بيتابع القناة وبيتابع الفيديوهات عليها. بجد انتوا مشرفيني ومنوريني جدا جدا جدا. الفيديو النهاردة عبارة عن روتين في غرفة الركنة، روتين سهل جدا جدا وبسيط ومحفز بنسبة كبيرة جدا جدا. لو انتي كسلانة، لو انتي مش قادرة تقومي تعملي حاجة كده، عايزة اقولك بعد ما تشوفي الفيديو ان شاء الله هتقومي تتنشطي وهتبطلي الكسل الكسل اللي جواكي هيروح بإذن الله تعالى. ايه الفكرة من فيديوهات الروتينات؟ طبعا فيديوهات الروتينات فيها تحفيز جدا جدا. لو انت بتبقي مكسلة او مضغوطة نفسيا، فما انت بتشوفي اي فيديو روتين فبالتالي انت بتتنشطي وتحسي ان في دخلك كده طاقة ايجابية وبدأت تقومي تشوفي ايه اللي وراكي. فالفكرة من هنا بقى ان انا بتنشط انا كمان وبقوم اشوف ايه اللي ورايا وبصوره وبفرح جدا جدا من تعليقاتكم اللي بتبقى حلوة قوي قوي على الفيديو، وكمان اللايكات بتاعتكم بتفرق معايا جدا جدا. وببقى فرحانة ان في حد بيشاهدني وبيتابعني وفرحان، وكمان يستفاد باي حاجة انا بقولها من داخل الفيديو لو بحاجة بسيطة جدا جدا. وبالتالي انتي لما بتلاقيني بعمل روتين او اي حاجة وانتي مكسلة او متضايقة او مضغوطة نفسيا، فبالتالي انتي بتشجعي وتفرحي وعايزة بيتك دايما يبقى في احسن حال. طبعا كلكم شاطرين، وبصوا مفيش طبعا ست بيت دلوقتي مش نظيفة ومش بتعرف تعمل حاجة. النت مخلاش حد ما بيعرفش يعمل حاجة ومخلاش حد ما عادش نظيف. فكلنا بنعلم بعضنا، كلنا بنستفاد من بعض بمعلومات، كل واحد بيبقى عنده معلومة مختلفة فبيقعد مع التاني فبياخد افكار وبياخد معلومات من التاني، فاحنا بنفيد بعضنا جدا. فربنا يجعلنا كده في الخير دايما وفي النفع. فنقول بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بصوا بقى يا فرولات، هي امارات كده. انا اول حاجه عملتها طبعا بس ما صورتهاش معاكم لان انا كنت لوحدي ومش لاقي حد يصورني وكده. فانا اصلا من قبل ما اصور الجزء ده انا كنت مطلعه الركنه في البرندة عندي في الشمس تتهوى ويدخل لها كده طاقه ايجابيه، بقى لها يومين في البرندة تمام كده. وبجد والله العظيم انا قافله الاوضه دي دايما، اولادي ما يدخلوش عليها، مخصصه للضيوف بالذات كمان اللي بيجوا لزوجي. ما بيحبهمش يدخلوا طبعا على البيت من جوه، فهي مخصصه كده للضيوف اللي بيجوا لزوجي او اي حد يعني ايه بيجي ليا ومش عايز يدخل على الصاله وكده. فهي انا مخصصه للضيوف وقافله عليها دايما. كل فتره قريبه بفتح الشباك للاوضه تبقى جيده التهويه ويدخل لها كده طاقه ايجابيه، وكمان التهويه بتاعتها تبقى حلوه قوي قوي عشان ما يبقاش فيه كمكمه وريحه للاوضه وكده، وكمان الخشب والجبس اللي في الاوضه ما يبقوش تمام كده. لكن انا قافله عليه على طول عشان افضل محافظه على الركنه ما تتكسرش ما تتبهدلش من الاولاد، من العوامل البيئه طبعا المتغيره، وكمان محافظه على الخشب ان ما يوصلوش تراب ويتبهدل وكده، والاوضه تفضل جديده دايما كده. طبعا الحاجه غاليه جدا جدا ومحدش عاد قادر يعمل اي حاجه يجدد في بيته، فاحنا نحافظ على قد ما نقدر على الحاجه بتاعتنا لان ربنا المستعان يا رب على الغلاء اللي احنا فيه كده، فالحاجه بتاعتنا تفضل دايما جديده. زي ما قلت لكم الركنه كان في البرندة في الشمس بقالها يومين. بعد كده هنا شديت الدولسوار وكنست وراه. انا كنت مصدومه جدا جدا لما لقيت ورا الدولسوار تراب وما كانش فيه كميه كبيره، لكن اتصدمت لان الاوضه دايما مقفوله ما بفتحهاش الا كل فتره، يعني مش فتره بعيده، هي فتره قريبه للشمس وكده، فمستحيل انها تدخل التراب. وعايزه اقول لكم انا كنت عايزه اقول لكم ان انا من ناحيه الاوضه دي كان متضايقه كده وحاسه ان هي فيها حاجه غريبه وان هي فيها يعني استغفر الله العظيم يا رب كده ان هي فيها عفريت وكده. فانا كنت متضايقه وحاسه ان هي فيها حاجه مش طبيعيه، فقلت لا والله لازم اطلع الحاجه بره الاوضه واعملها واكنسها وانضفها بالشكل ده عشان احس بالراحه والطمانينه من ناحيه الاوضه دي تمام كده. فانا بعد ما طلعت الركنه في الشمس وخدت السجاده وغسلتها وحطيتها على السور عندي وكنست ورا الدولسوار ورميت كل التراب اللي طلع معايا من قلب الغرفه بتاعه الركنه بالجاروف ورميتها في الزباله وكده،
جبت ميه وفيها اريال وبدات هنا امسح في الاوضه بالمقشه السلك بالشكل اللي انتوا شفتوه. بجد في الوقت ده اللي انقذني انقاذ كتير من ناحيه التصوير ومن ناحيه ان هو يساعد معايا اخويا الصغير، ربنا يبارك لي في عمره يا رب ويحفظه ويبارك لي في عيالي ويهديهم لي ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. بجد ساعدني وتعب معايا في اليوم ده تعب كبير جدا جدا. فيا ريت كده في التعليقات تقولوا لهم تسلم ايديكم، لان هم هيقراوا التعليقات وهيبقوا بجد التعليقات هتفرحهم. فبعد كده رشيت البيرسول ورا الدولسوار وفي زوايا الحيطان بتاعه الاوضه. عافانا الله في فتره الصيف بيبقى الحشرات منتشره بكميه كبيره، ودايما انا قافله الاوضه خايفه اي حاجه تدخل لها، فدايما كده كل فتره برش ورا الدولسوار بيرسول وفي زوايا الحيطه كده عشان امنع الحشرات من بعيد. لو شمت ريحه البيرسول مش هتدخل الاوضه. فانا الحمد لله ولله الحمد ما عنديش الله اكبر حشرات بتدخل غرفه الركن. تمام كده. انا دايما بلاقي بس بعض الاجزاء الصراصير في الحمام وفي المطبخ، يعني دي بامانه، لكن في قلب الاوض لا مستحيل طبعا. فساعات ممكن تطلع من جنب من الحمام بسبب البلاعه تبقى في غرفه النوم، لانها جنب الحمام تبقى ماشيه. بس بعد كده انا بدات اجيب رش بيقضي عليه لمده سنه وكده. فربنا يا رب يعافينا ويعفى عنا من الحشرات دي، لانها بجد حاجه مقززه جدا جدا ومقرفه جدا جدا. في رأي ربنا يا رب ينجينا منهم. تمام كده. انا بعد زي ما قلت لكم ما كنسنا الاوضه ومسحناها بميه وصابون ورشنا البيرسول، اخويا هنا كان قال لي ايه، هاتي صوريني انتي وانا هلمع لك الخشب. فلمع لي الدولسوار والله العظيم وخليهولي بيبرق كده وحلو. بعد كده دخلت السجاده جبتها من البرندة، هي كانت طبعا مغسوله وكانت في شمس ونشفت، وعايزه اقول لكم كانت سخنه كده وريحتها حلوه جدا جدا. هنا الاولاد وكمان اخويا بقى بداوا يدخلوا الركنه بالشكل اللي انتوا شايفينه، وكانوا فرحانين جدا جدا وكانوا زي ما انتوا شايفين كده عايزين يتصوروا. فزي ما قلت لكم كده اكتبوا لهم تعليق حلو، بجد حمسوهم كده وشجعوهم، هم هيقروا التعليقات. فبجد والله التعليقات ده هتكبر بخاطرهم وهتفرحهم جدا جدا، لانهم هم تعبوا في اليوم ده تعب شديد جدا جدا. عايزه اقول لكم الركنه ما شاء الله كانت طالعه داخله من جوه من البرندة سخنه جدا جدا. كانت السخونيه اللي موجوده فيها والله العظيم فعليا بتلطع الايد، وكانت ريحتها حلوه جدا جدا. والسجاده عايزه اقول لكم الراحه والطمانينه اللي انا كنت فيها والنفسيه بتاعتي حلوه جدا جدا. بجد النظافه حلوه جدا 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 جدا، خاصه بالشكل ده لما تكون حاجه في الشمس كده كلها وتدخل كده وتبقي كانسه ميه وبريل او ميه واريال وكده، بتبقى الاوضه نظيفه جدا جدا جدا. فعايزه اقول لك يا على الراحه النفسيه اللي انت بتبقي فيها. زي ما انتوا شايفين كده انا هنا خلاص كمان دخلت التاكوت على الركنه زي ما انتوا شايفين كده، ورصيتها على الركنه بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهنا رصيت التقويات الصغيره برضو دي كده شكل الغرفه كلها بعد ما خلاص فرشت المفارش وحطيت الورد كمان ده كان مغسول مكانه كده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا لو بحاجه بسيطه في قلب الفيديو، او انتوا تكونوا شجعتوا من الفيديو. فلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد، وباي باي.